هل مريض السكر بيروح يدور قلبه فيه ايه ولا بيسيب الدنيا ماشيه ويتابع ارقام السكر وخلاص؟ مريض السكر يا جماعه لازم هو اللي يروح يدور على امراض القلب. ازاي يدور على امراض القلب؟ يعني لو عنده ضغط مع سكر يروح يعمل موجات على القلب. لو مريض السكر ابتدى يحس بالم او نغزه وهو ماشي في الطريق لازم يعمل رسم قلب بمجهود. فبكده انا هقدر اشخص الامراض بدري، هقدر اشخص مرض القلب بدري، وهقدر ادي علاج بدري فيمنع اصابته بجلطات متكرره. يبقى احنا مريض السكر في البدايه لازم يعمل رسم قلب مجهود، لو حس بنغزه يعمل ايكو، لو حس بنهجان، ولو عنده ضغط برضه لازم يعمل ايكو ورسم قلب. بالنسبه لمريض القلب، هل كل مريض قلب عنده سكر؟ احنا قلنا ان السكر هو اللي بيؤدي لامراض القلب. اذا يبقى مريض القلب اول ما يتشخص قلب لازم يدور على السكر ويدور على الكوليسترول ويدور على الضغط. وعلى فكره معظم مرضى القلب بيبقى عندهم سكر وضغط وكوليسترول، لان الثلاثه هم اللي بيجيبوا مرض القلب. مريض السكر بقى يعمل ايه؟ لازم كل شهر ونص على الاقل يعمل صايم وفاطر، بحيث ان احنا لازم نظبط السكر عشان المريض ده ما يخشش في مضاعفات السكر. دي اول نقطه. تاني حاجه، كل 3 شهور لازم يعمل صايم وفاطر وترقبي ودهون ثلاثيه وكوليسترول. طيب هو انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده عشان افضل اروض مرض السكر. على فكره هو مرض السكر زي القطه، يا اما تخربشك يا اما تبقى مقعدها في البيت بتلعبها وتيجي على حجرك وتبقى معاك سليمه وتمام، لكن انت سبته هيخربشك بالعين بالرجل بالقلب بالمخ بكذا حاجه. يبقى انا مريض السكر لازم يتابع كويس قوي ويبقى ستريكت الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها عشان بعد كده ما يجيلوش مضاعفات.